بيكم في حلقة جديدة من اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز هنتكلم في كل الحاجات الجديدة اللي بتحصل حوالينا سواء في مصر او بره مصر. هنستناكم تتابعونا وتعالوا دلوقتي نشوف معانا ايه النهارده. مفيش موبايل بيعدي من تحت ايده غير وهو مصلحه. محمد علم نفسه ازاي يعمل سوفت وير وطور نفسه بنفسه وتحول من طالب عادي جدا لطالب كل مدرسين بيحبوه وبيدلعوه. تعالوا نشوف محمد هيقول لنا ايه ونعرف كمان لما حد بيطلب منه يعمل له هاك بيعمل ايه. انا اسمي محمد خالد، عندي 15 سنه، في اولى ثانوي. واللي انا بتميز بيه ان انا بعرف اعمل سوفت وير وماهر قوي في الموبايلات والبرمجيات. وانا بدات من سنتين، كنت شغال مع خالي، كنت بشوف هو بيعمل سوفت وير وبيصلح الحاجات، كنت بتعلم منه وعجبني الموضوع. وجربت مره اعمل واحد وعرفت اعمله وهو شجعني على كده. فلما روحت بدات اتفرج على فيديوهات على النت، اليوتيوب وكده، وبدات اعرف حاجات خاله ما كانش عارفها، فبدات اعلمها له. واليوتيوب بالنسبه لي كان اكنه مدرس. وخاله كان بيعرف يصلح ال HTC سوني السامسونج، بس ده اللي كان بيعمله اصلا. انا بقى لما كنت بروح في البيت بعد ما اخلص شغل، كنت بفضل اتفرج على فيديوهات ازاي بقى ان انا اعمل الماركات التانية زي انفينكس، هواوي، وعرفت اعملها. ولما رجعت في راجل جه قال لي خاله عايز اعمل موبايل، وده كان انفينكس، وخاله قال لا مش هينفع. قلت له خاله سيبه، انا ممكن اعمله. وفسابه وانا عملته وفرح بيا قوي وكده. انا كنت بعمل الشغل الحلو ده مجامله، مش باخد منه فلوس. بس بقى في المدرسه كان حاجه تانية خالص. يعني انا في المدرسه قبل ما اعمل حاجات السوفت وير والجو ده، كنت تلميذ عادي، المستر بيقومه عادي ويساله، ولو ما جاوبش يتضرب وكده. بعد ما عرفتهم وبقيت اعمل لهم السوفت وير، بقيت اعمل لاصحابي وللاساتذه نفسهم، بس دول كنت باخد منهم فلوس. المدرسين بقى كان ليهم معزه خاصه وخفوض في السعر، عشان بيجوا عليا انا بواجب او بيجوا عليا انا بفايده. ان ساعات ما اجيش اعمل واجب ويسيبوني، وكانوا متساعدين معايا قوي. والفلوس اللي كانت بتجيلي من الشغل ده كنت بجيب بيها هدوم. بس انا اول حاجه جبت بيها موبايل، حدثت موبايل، وبعدين جبت كاميرا، وبعدين بس بقى اجيب لبس والحاجات اللي انا بحتاجها، لبس خروج، كوتشيات، حاجات زي كده. كل واحد فينا بيتبسط بطريقه مختلفه. في ناس بتفرح لما بتسافر، في ناس بتفرح لما بتخرج مع صحابها. يا ترى ايه اكتر حاجه بتفرحك؟ اكتر حاجه بتفرحني لما حد بيقول لي انت شاطر، لما حد بيشجعني. اكتر حاجه بتفرحني صحابي، لان احنا بنقضي وقت جميل ممتع، بنتبسط، بنضحك مع بعض، بنهزر. اكتر حاجه بتفرحني ان انا لما اجيب جون يعني وكله يعني يعجب بيه يعني كله يفرحه الجون ان حد يصبح عليا بشوكولاته مثلا، يعني على الصبح كده شوكولاته. اكتر حاجه بتفرحني لما يجي مثلا حاجه حلوه لبابايا او لمامتي، شغل جديد. اكتر حاجه بتفرحني مثلا حد يحمسني على حاجه، حد يشجعني. هي اكتر حاجه بتفرحني ان يكون عندي صحاب كتيره ويكونوا كويسين وبيقابلوني كذا مره ويكونوا بيحبوني بجد. اكتر حاجه بتفرحني لما بجيب درجات كويسه في المدرسه. ناس كتير عندها مواهب مختلفه زي الرسم، الكتابه، الغنى، الرياضه. يا ترى ايه الموهبه اللي كان نفسك تبقى عندك؟ الموهبه اللي نفسي تكون عندي ان انا اكون بعزف جيتار حلو قوي ودرامز، ويكون عندي آلات وبعرف اعزف عليها، بعرف اطلع عليها انغام. يعني اكتر موهبه كان نفسي تكون عندي قوي ان انا اكون بعرف العب مزيكا وباند بقى وكده، وخاصه درامز. يعني كان نفسي ابقى بعرف العب درامز قوي. كان نفسي اكون بعرف العب كوره، لكن المواهب اللي عندي برضو كتير. انا بعرف العب درامز وبعرف امثل، فدي موهبه كويسه من عند ربنا. نفسي يبقى في المستقبل ابقى مخرج كبير وشاطر، وبحب التصوير والمونتاج والحاجات دي. الموهبه اللي نفسي تكون عندي ان انا اعرف العب كوره كويس قوي. الموهبه اللي كانت نفسي تكون عندي تنس. الموهبه اللي كان نفسي تبقى عندي ان انا كان نفسي ابقى دي جي، عشان بسمع ميوزك كتير وبفهم فيها يعني. اكتشف مجموعه من الخريجين من قسم الميكانيكا الالكترونيه في كليه الهندسه باحدى الجامعات الخاصه انسان آلي عنده القدره ان هو يعمل اعمال خطره جدا زي مثلا الحروب. حصل ظاهرة في اليابان غريبة جدا، وهي خروج جميع السكان للشوارع وقعدوا يحضنوا التلج، مع ان الجو كان برد جدا، بس ده عشان هما مقتنعين ان التلج بيجيب لهم الحظ. تعالوا مع بعض نشوف ايه الفقرة اللي معانا ونرجع تاني. انا اسمي ايمان غرام، عندي 12 سنة.
انا بحب الكروشيه جدا. عملت اللكلوك ده وانا كنت بدخل على يوتيوب علشان اتعلم غرز كتير، واللكلوك ده حاجه من اللي انا عملتها، وعايزه كل صحابي يعملوا حاجات كتير ويخلوا عندهم موهبه، ومش لازم موهبه الكروشيه، المهم يبقى عندك موهبه عشان لما تكبري او تكبر يبقى عندك حاجه وهدف قدامك. وانا كانت موهبتي الكروشيه، وكمان بحب ارسم. وانتوا كمان شوفوا انتوا عندكم ايه وقولوا لي عليه. خلصت حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا منها. هنستنى رايكم على الفيسبوك، وتابعونا في كل حلقاتنا الجايه. باي.